بما يخص المقابلة اللي تم إجراءها مع سيادة الرئيس من قبل قناة اسمها شمس. الحقيقة هاي القناة أنا أول مرة بسمع عنها. مو هون موضوعنا خلونا نبدأ بالسؤال الحقيقي. ليش قناة شمس أخفت مقابلة كاملة أجرتها مع سيادة الرئيس ولم تبث حتى اليوم؟ القصة ما لها علاقة بوقت ولا بإخراج ولا باعتبارات تقنية. القصة إنه المقابلة أجريت وانتهت، وبعدين تم دفنها وإخفائها. بعدها بطلع علينا الشخص اللي أجرى اللقاء وقال إنه الهدف من المقابلة كان تهدئة الشارع الكردي في سوريا والعراق، لكن المفارقة إنه اللي صار داخل المقابلة كان عكس المتوقع بالنسبة إلن. الرئيس خلال اللقاء صعد بخطابه السياسي ضد قسد، حصرا ضد قسد. وهون تحديدا اتخذ القرار بعدم بث المقابلة، مو لأنها بتأجج الشارع، بل لأنها ما بتخدم الرواية اللي كانوا ناطرينها. خلونا نكون صريحين، لو وجدت هاي القناة أو من وراءها في اللقاء جملة واحدة فقط تشير إلى تحريض أو تأجيج أو استهداف للشارع الكردي، هل كانوا ترددوا بنشرها؟ أكيد لا. لكن المعروف عن الرئيس إنه سياسي محترف، ينتقي كلماته بدقة وبيحسب لكل عبارة ألف حساب. لذلك كان كلامه واضح وصريح جدا، حب صريح لكل أبناء سوريا، وتأكيد إنه الأكراد سوريون، لا يجب أن يسمح لأحد بالتلاعب بهم أو استغلاله. لهم ما للسوريين وعليهم ما للسوريين وعليهم ما على السوريين، لأنهم سوريون وليسوا غير ذلك. وهون السؤال الأخير اللي لازم نطرحه: هل خافوا من بث المقابلة لأنها خطيرة ولأنها بالفعل بتأجج الشارع الكردي ضد الدولة وضد الموالين للدولة، ولا كانت صادقة أكثر من اللازم وبين فيها الرئيس الحقيقة المخفية عن أغلب إخواننا الأكراد؟ بتمنى تقولوا لي رأيكم وشو آرائكم وشو وجهة نظركم. ليش هاي القناة عملت على إخفاء هاي المقابلة وشو الغاية منها؟ أنا كرأيي الشخصي، هاي القناة لو لقيت جملة واحدة بتأجج الشارع الكردي ضد الرئيس، لوالله ما وقفت لحظة إلا ونشرته ليل مع نهار. لكن أنا متأكدة إنه ما لقوا ولا حرف ولا ممسك بدين الرئيس اتجاه إخواتنا الأكراد. سلام.